مفيش قدامك غير اسبوع واحد بس يا صاحبي، ويمكن اقل، عشان تلحق الاير دروب اللي بيتم فيه توزيع عملات تاب كوين. ولو انت مش عارف تعمل ايه عشان تزود الاير دروب بتاعك كل يوم، هتقولي ايه ده؟ هو ينفع؟ هقولك اه، وتعالى اقولك ازاي. يا مساء الفل على كل الناس الحلوة اللي متابعة صفحتنا المتخصصة في الربح من الانترنت وربح العملات الرقمية المشفرة. اولا كده يا شباب، تعالوا نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هتروح على البوت، ولو انت مش مسجل في البوت لسه قدامك وقت يا صاحبي تجمع من الاير دروب. هسيبلك لينك البوت تحت في الديسكريبشن. اول ما يفتح معاك هتروح على الخانة اللي مكتوب فيها اير دروب اللي هي هنا دي، تمام؟ هندخل على الخانة، هتلاقي 5 حاجات بيحملوا و6 حاجات، تمام يا صاحبي؟ اول ما يحمله هيروح يظهر لك من فوق العملات اللي انت عرفت تجمعها على مدار اليوم. ده الكلام ده عشان انا طبعا النهارده اليوم الرابع ليا وانا بسجل، تمام يا صاحبي؟ بيحسب لك شغل يوم بيوم. هتلاقي من تحت كلمة كلايم، طبعا هتدوس عليها وهتجمع العملات. ولو بصينا تحتها بالظبط هتلاقي 7 ايام فقط تقدر تدخل كل يوم وتعمل كلايم. طبعا فات منهم لحد وقت تصوير الحلقة دلوقتي 4 ايام. يعني اللي هتجمعه ده، او عامة اللي انت بتجمعه بتاع كل يوم، هو ده اللي انت بتعرف تعمل له كلايم. انا دلوقتي هجمع اليوم الرابع اهو، بص كده، هدوس على الخانة اللي هي كلايم، جمع لي ايه؟ اليوم الرابع. طبعا اتضافوا فوق مع العملات بتاعتي، انا اهو 3 مرات اجمع فيهم، والنهاردة كان اليوم الرابع اللي انا جمعت فيه العملات. طبعا لو بصينا فهو طالب منك الحاجات دي انت المفروض بتعملها كل يوم، زي دخلك في الساعة، تمام؟ المفاتيح اللي حضرتك بتجمعها كل يوم. تالت حاجة أصدقائك، ضفت كام صديق على مدار اليوم، يعني بيحسب لك كل حاجة بالتفاصيل. نفس الكلام في المفاتيح، كسبت كام مفتاح لحد دلوقتي اللي هتجمع فيه عملاتك، ودخلك في الساعة زاد كام لحد وقت الكلايم. ورابع حاجة اللي هي دي، كسبت كام من دعوات الأصدقاء. طبعا بيحسب لك هما زودوا كام في دخلهم في الساعة، فانت بتاخد برضو من وراه كوين، وبتاخد الكوين دي بيديك برضو ايه؟ عملات تاب، تمام يا صاحبي؟ في هنا برضو جيم اكتيفيتي اللي هو وقتك على البوت نفسه، يعني بتحل مهام، بتحل اللغز اليومي، اللي هو طبعا هتبقى موجود هنا في كلمة ستادي، هتدوس عليها. اللي بالمناسبة هتلاقيها كل يوم على قناة التليجرام عندي، وبنزل حلول ألغاز كتير، هسيبلك اللينك تحت في الديسكريبشن. طبعا كل يوم تدخل هنا وتحاول تزود دخلك في الساعة، ده أهم حاجة. تصرف من العملات اللي انت مجمعها، اللي هي دي العملات دي اللي من فوق، انت طبعا دي العملات بتجمعها عن طريق المهام وكده، تصرف منها وتشتري كروت وترقيها وتزود دخلك في الساعة يوميا. وما تنساش كل يوم تجمع مكاسبك في الاير دروب، ما تنساش يا صاحبي كل يوم تجمع مكاسبك في الاير دروب. فانا عاوزك تخطفها، هي كده جت فجأة زي ما بيقولوا. فتحاول على قد ما تقدر ان انت كل يوم تدخل تجمع، تشتري كروت، تصرف 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 وتزود دخلك في الساعة. حتى لو هتزود 10 تلاف او 20 ألف، اي حاجة. هتيجي هنا على الخانة، هنخرج، هتيجي على كلمة والت او محفظة، هندخل على كلمة والت، تمام يا باشا؟ هتلاقي كلمة وثدرو، هتلاقي كلمة وثدرو جنب العملات اللي انا عرفت اجمعها، تمام يا صاحبي؟ لحد ما يخلص الاير دروب هنشوف هيفتحوا لنا الوثدرو، وهنقدر ساعتها ان احنا نسحب على منصات على طول، او محافظ زي تون كيبر او محفظة التليجرام، لسه لحد دلوقتي مش عارفين. فبإذن الله تنزل بسعر محترم، نقدر وقتها نروح ونبيع على المنصات اللي هتندرج عليها العملة. ومن فترة كان في ايفنت على منصة اوكي اكس على العملة دي، فالأقرب للعملة دي هتكون منصة اوكي اكس. أظن إن هو خلاص طالما تم توزيع الإيردروب فالإدراج قرب يا صاحبي، فالإدراج قرب يا صاحبي، ممكن يكون الأسبوع الجاي على فكرة الإدراج. وبإذن الله أول ما يتم الإدراج هتلاقي فيديو في القناة عن شرح سحب العملة
واي عملة حضرتك هيتم ادراجها واتشرحت هنا على قناة ارباح المستقبل هتلاقينا بنجيب لك طريقة السحب. واي عملة حضرتك هنلقاها برضو مش تمام او مش كويسة او في قلق من ناحيتها هطلع وهحذركم عشان محدش يدفع اي رسوم لاي برامج فيك. وبس كده يا صاحبي، هو ده كان الفيديو بتاع النهاردة. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا باللايك، عايزين نوصل الفيديو ده مع بعض ال1000 لايك. واكتب لنا رأيك في كومنت. ولو انت مش مشترك في القناة انزل اعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية المشفرة. واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.